اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ليالي لايف. وهل هلال العيد فعلا، وكل سنه ومصر كلها طيبه بمناسبه عيد الفطر المبارك، والوطن العربي كله كل سنه وانتم طيبين. وحلقه النهارده خاصه بمناسبه طبعا وقفه عيد الفطر. برحب طبعا بالفرقه وكل سنه وانتم طيبين بقياده الدكتور محمد عبد الستار منورنا. وبيسعدنا النهارده يكون في حلقتنا النهارده ضيفه عزيزه، وهي الفنانه والاعلاميه ميار الببلاوي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، منورانا، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب، ويمن وبركات يعني وحده واستقرار ان شاء الله. اللهم امين يا رب باذن الله. دايما وقفه العيد دي بيبقى لها طقوس خاصه طبعا. ولا احنا بنبقى اخر 10 ايام في رمضان عايشين الطقوس بتاعه العيد؟ يعني دايما بنستنى لاخر يوم كده، ولا بتبقى معاكي؟ انا على نفسي، انا رمضان بالنسبه لي شهر ليه طابع خاص طبعا. يعني انا بحس ان انا السنه دي بس يمكن كنت رمضان مربوطه فيه قوي عشان برنامجي هوا كل يوم، لكن انا في العادي كنت السنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني انا اهم حاجه ابقى في الحرم. يعني ببقى في الحرم من 28 شعبان برجع تاني يوم العيد. فتقريبا انا لسه مصر بستفقد فيها رمضان. بقالك ما اعرفش شويه رمضان قوي. انا بقالي 15 سنه ما اعرفش رمضان فيها كل سنه الحمد لله. فالسنه دي بس عشان الهوا ارتبطت كده ان انا ابقى موجوده في رمضان. بس برضو يعني صعبان عليا، انا ما اعرفش رمضان بره الموضوع عامل ازاي. يعني بصلاه المغرب، بعد المغرب بننزل التراويح، بنرجع من التراويح
بقى ساعه ونروح التهجد وبعد كده صلاه الفجر وننام واصحى اروح لا هناك طبعا شهر رمضان حاجه تانية خالص. لكن الفسحه والحاجات والخروجات وكده والتحضير للعيد لا والله، يعني انا مش من البدايه بحضر للعيد خالص. يمكن هم اليومين دول القلق دول جري 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 نعمل كل حاجه، عايزه تعملي كل حاجه فيهم. ايوه لازم طبعا اكلم. انا لما جيت قدمتك اسمحي لي اقول لك يا ميار. لا طبعا على طول قدمتك الفنانه والاعلاميه، وحتى انا قبل الهوا قبل ما نسجل الحلقه سالتك قلت لك تحبي اقول الفنانه والاعلاميه ولا اقول الاعلاميه بس، لاني ببقى مش عارفه اتكلم ازاي بخصوص هذا الموضوع، وبالذات ان حضرتك اعتزلتي الفن، فدايما بحب زي ما اللي قدامي عايز اقدمه يعني. فلقيت حضرتك بصدر رحب جدا قلت لي لا الفنانه والاعلاميه وكلميني عن حياتي الفنيه وكده. لا بالعكس، اصل حضرتك انا بس عايز اصحح معلومه، انا ما اعتزلتش، انا بس لبست الحجاب واعمالي كلها خدت السمت للعنصر النسائي في الدراما كمحجبه بس، لكن مش اعتزلت خالص. يعني انا في فتره كنت قاعده فيها بس لما ولدت ابني وكده بس بعد كده رجعت. لكن ما كانش اعتزال، كان بس اصل في ناس ربطت انك اعتزلتي الحجاب بالاعتزال. بس انا بقالي فتره يعني تقريبا مفيش سنه ما كانش ليا فيها مسلسل. بس يمكن انا مسلسلاتنا كمحجبات يبقى ما عليهاش سبوت لايت قوي زي بقيه المسلسلات يعني. فلكن انا من اول سنه الامام النسائي والامام الشافعي، وفي سنه عملت مسلسل بنات شقيه، السنه اللي فاتت كان عندي مسلسل بانسيون، والسنه دي كنا المفروض بنخلص مسلسل ظابط وظابط مع استاذ هاني اسماعيل، تقريبا فاضل فيه 7 ساعات يعني قرب يخلص جدا بس لظروف انتاجيه ما كملش. وعندي كمان مسلسل زينب الغزالي وفارس المنابر كيش، كل المسلسلات دي المفروض كانت تنزل، طبعا انت عارفه الثوره عملت ايه، ففي مسلسلات كده اتشالت يعني. لان في ناس كتير زي ما بتقولي دايما المسلسلات اللي هي بيور بتبقى دينيه اوقات ما بيبقاش عليها سبوت قوي وده طبعا غلط مننا جدا. مواعيد عرضها ومواعيد عرضها مظلومه طبعا ففي ناس كتير قوي يعني لما وانا جايه بقول انا عندي لقاء النهارده مع ميار الببلاوي، فالناس قالوا لي اعتزلت، فشوفي الربط ازاي. كتير بسمع الكلمه دي، بس انا يعني هو انا نفسي بصراحه اعتزل. ليه؟ يعني نفسي اقدر اخد الديسيجن دوت، لكن انه بصي اقول لك الشهره او الفن بيبقى عامل زي الادمان الى حد ما يعني، بس الواحد دايما هي من فتن الدنيا وانا بحاول اجاهد نفسي فيها، لكن انا بحب شغلي جدا وحاسه ان انا بعمل حاجات انا راضيه عنها. يعني اختياراتي يمكن دلوقتي قليله جدا، بس بقى اي حاجه بعملها راضيه عن اختياراتي. بس انا مش عايزه اجادلك في حكايه فتن الدنيا ومش عايزه اجادل في هذه القصه، لانه لما بتقولي لي انك انت بتمثلي في مسلسلات دينيه، ما الفتنه في هذا؟ بالعكس انت بتقدمي شخصيات مهمه قد تكون مهمه في تاريخنا الاسلامي طبعا. ائمه بيخططوا وبيبقوا ليهم بصمه في حياه كل واحد فينا. احنا بنتجوز على مذهب الامام ابو حنيفه وبناخد التشريع بتاعنا من المذهب الشافعي، فاحنا بالنسبه لنا اين بقى الفتنه هنا؟ لا الفتنه هقول لحضرتك، هوضح لك الصوره. انا الفتنه بالنسبه لي ان انا اكون حابه حاجه للدرجات أوكي. لكن هي كشغل او ككارير انا باخد منه اللي يناسبني جدا وراضيه عن اختياراتي. يعني في المرحله اللي فاتت كلها اللهم لك الحمد ما اجبرتش ان انا اعمل حاجه، ما فيش حاجه اخجل منها، ما فيش حاجه تسيء لحجابي او للسمت الديني اللي انا اديته لنفسي. بس كنتي في كليه اداب مالكيش دعوه خالص، لا دخلتي معهد فنون مسرحيه ولا ليكي دعوه بالكارير ده خالص، وفجاه واعتقد انت كنتي قسم يوناني. دراسات اليونانيه واللاتينيه، والتخصص بتاعي لغه ايطاليه. بالظبط كده. فايه اللي خلاكي تمثلي او دفعك انك تاخدي التجربه دي؟ هو يمكن دوت يعني السؤال انا بقالي كتير قوي ما سالتوش حتى، والله كويس ان احنا نعمل ريفرشمنت للناس. انا لما كنت في كليه الاداب انا كنت بنت عاديه جدا، مش في دماغي اصلا، يعني كل املي كنت ان انا اطلع مضيفه طيران. انا بحب السفر جدا وبس ما اعرفش ليه ما رضيوش عندي في البيت وقالوا لي لا،
وما عجبهمش لان انا اسافر لوحدي فكنت محبطه جدا، فدخلت اي حاجه تخليني طب حتى مرشده سياحيه، يعني بلاش اي حاجه لها علاقه فيها بالسفر. السفر. انا بحب السفر جدا. فالمهم فبعدين فلما دخلت الكليه وتخصصت في اللغه الايطاليه، انا كنت قاعده في الكليه عادي زي اي حد. عدوا علينا كانوا زمان بيدوروا على البنات البلونديات بقى، اللي هو كده شعر اصفر وعينين ملونه وكده عشان ياخدوهم للاعلانات. تمام. فعدى علينا الناس من مكتب استاذ طارق نور وادونا الكارت بتاعهم وكده، انا وصاحباتي البنات. انا ما اهتمتش. فبعد كده صاحبتي قالت لي تعالي يا ميار معايا توصليني، عربيتي كانت سحلوله كده صغننه، فقالت لي تعالي وديني بقى عشان ما اروحش بقى ابوظ الكوافير والحاجات اللي انا عاملاها في شعري وكده. فخدتها ووصلتها، ما رضيوش يخلوها هي تشتغل وقعدوا يتحايلوا عليا وقالوا لي لو ما كنتيش هتشتغلي انت، يعني ما كنتيش هتعملي تست كاميرا دوت احنا مش هناخدها هي كمان. قعدت تقول لي بليز يا ميار، قلت لها خلاص. فرحت انا صورت، انا ما اعرفش، انا بفتكر بعمل تيست، بعد ما خلاص لقيتهم بيدوني فلوس اوريدي صورت اعلان وانا ولا قايله لبابا ولا حاجه، كانت مشكله. فمن ساعتها هي بالعكس انا مشيت وبقيت بعد كده حبيت الموضوع جدا واستسهلته جدا وراحت مني رهبه الكاميرا من اول مره. فابتديت اشتغل في الاعلانات، ومن الاعلانات ابتدوا ياخدوني للدراما والمسرح التلفزيون، ومشيت معايا الموضوع، مشيت معايا احسن من اي حد اكاديمي. يعني انا جيت عليا وقت فعلا كنت بشتغل كتير جدا جدا يعني. كنت حاسه انك انت ابتديتي تمارسي المهنه بحرفيه شديده. ده نتيجه طبعا اكيد تعاملتي مع مخرجين طبعا علموكي اسامي. يعني انا اول فيلم ليا اشتغلت مع تاليف استاذ يسري الجندي واخراج استاذ حسام الدين مصطفى رأسا، يعني جماعه على الثوب الابيض، وبطوله بتاعتي من الجلده للجلده، واخدت عنه جايزه احسن ممثله ثانيه من مهرجان روتردام في هولندا. ده اول فيلم اقف قدام كاميرا السينما واعمله. وبعد كده اشتغلت مع المخرجه ايناس الدغيدي وعملت فيلم ديسكو وعملت مع استاذ سعيد مرزوق فيلم اي يعني يمكن انا ما كملتوش، وفيلم انذار بالطاعه اشتغلت معاهم على اساس ان بعد البطولات دي انا بتعلم من حد زي سعيد مرزوق وعاطف الطيب. يعني بشتغل مع سعيد مرزوق وعاطف الطيب وحسام الدين مصطفى وايناس الدغيدي وعبد اللطيف زكي، يعني اشتغلت كوميدي. انا ما كنتش بحب السينما، يعني عبيطه بقى ما تفهميش. ما كنتش بحب ان انا اتواجد في السينما، ما بحبش ستايل السينما بقى اللي هو ناخد بقى بتاخد وقت في. انا كنت بحب المسلسلات جدا. وحسيت المسلسلات اللي عملتها كتيره جدا وكلها الحمد لله مسلسلات يعني معروفه، يعني انه سابت بصمه. مسلسل زي اهالينا او مسلسل بريق في السحاب اللي كان انطلاقتي انا واحمد السقا يعني. فاعمالي انا بعتز بيها جدا وما بتضايقش ابدا، بالعكس لما بيتعرض حاجه يعني انا على روتانا كلاسيك او يعني القنوات اللي بتجيب المسلسلات القديمه بقعد اتفرج وانا مستمتعه جدا على مسلسلاتي، وان انا من غير حجاب. بس انا بقول توبه تجب ما قبلها، انا خلاص دلوقتي لابسه الحجاب ومبسوطه بنفسي جدا كده وخلاص. يعني اللي فات ده واحده تانية غير اللي موجوده دلوقتي. طب عايزه اسالك سؤال، في محجبات كتير بيشتغلوا دراما تلفزيونيه، دراما اجتماعيه اكشلي، ما بتحاوليش انت تشتغلي برضو دراما اجتماعيه بحجابك وكل حاجه، ولا انت عايزه الشكل ده؟ حبيبي انا بقول لحضرتك انا السنه اللي قبل اللي فاتت اللي اول سنه الثوره كنا بنصور مسلسل بنات شقيه. بنات شقيه ده كان ده ملوش دعوه خالص مش اوكي. مش دي، وكان جميل جدا وكنا عسل جدا واللوكيشن كان هايل، كان انتاج واحده زميلتنا اسمها نسمه محمود، ويعني كنا جروب حلو، كان في امينه وكان في ميسره وكان في ياسمين جمال، شله بنات عسل جدا وقصه اجتماعيه جدا وفاني بس هي شويه الادوار بتبقى محدوده عشان الحجاب خالص. والله بالعكس بيتعرض عليا ادوار كتيره جدا وبس انا اللي بقرر ان انا اختار ايه. يعني انا السيزون دوت كذا مسلسل اتعرض عليا، بس كان فيهم يعني زي مثلا مسلسل احمد عيد اللي هو الف سلامه، كان مسلسل هايل جدا وكنت مبسوطه بيه جدا. ولما رحت اتفقت وتعاقدت عليه وابتديت اوريدي اعمل اللبس، فبصيت لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي معلش يا ميار احنا في 5 6 مشاهد في البيت هيبقى مش منطقي انك تلبسي فيهم الحجاب، وبالذات في مشهد في اوضه النوم. فقلت له بلغ استاذ احمد ان انا ميرسي جدا مش عايزه اشتغل. كان مع حد انا بعتز بيه جدا المنتج ممدوح شاهين اللي اشتغلت معاه مسلسل بانسيون السنه اللي فاتت، كان مسلسل على فكره كوميدي جدا وانا كنت طالعه بنت فلاحه مجنونه كده وكنت عاملاه حلو جدا وبالحجاب. فكان لذيذ جدا وفي مشاهد كنت عامله فيها ضفاير.
فانه مش حاسه باي غضاضه ان انا اعمل حاجات اجتماعيه. بقول حاجه، المسلسل بتاع ظابط وظابط اللي انا المفروض يتعرض لي في رمضان، بطولتي انا وطارق لطفي وشاذا ومحمد كريم، ومعانا نخبه كبيره جدا من الممثلين، دوري فيه هايل، عامله فيها دكتوره ومحجبه. فانا اعتقد ان شريحه المحجبات دلوقتي شريحه لا يستهان بيها، لا كبيره طبعا. وبتمثل المجتمع. ده صحيح. يعني انك لا، يعني لما تجيبي نموذج محجب فهو مش نموذج بس شاذ. بقى بتتزنقي بقى في الحتت اللي هي دي بقى. اللي هي في البيت مش ممكن مش واقعي، بتبقى مش واقعيه فعلا، بتبقى مش منطقيه ابدا انك انت قاعده في البيت مع جوزك او نايمه في السرير لابسه الطرحه. بتبقى صعبه. ده صحيح، بتبقى وهي دي بس. فانا اقعد اقول لهم يعني بس، انما في مؤلفين بيتحايلوا على الموضوع ده من الاول خالص، ما بيحطوش مشاهد في اوضه النوم. يعني المشهد ممكن يبقى في ريسبشن او قاعدين في بلكونه، فلازم تبقى لابسه الحجاب. وفي ستات على طول عموما رابطين شعرهم، رابطين شعرهم المصري دي. يعني مش هنحتار كتير يعني، مش كده؟ يحط لها. انا في مشاهد كنت بعملها بحط رولو كده، فكانت المخرجه الجميله انعام محمد علي، قلت لها بصي انا عايزه اعمل مشهد وانا حاطه رولو بقى ولابسه اشاره. قالت لي مش الرولو ده بيتفك حضرتك وشعرك ولا هو انت تفضلي لافه الرولو؟ فقلت لها عندك حق يعني. فايقنت ان بصي انا ما بحبش اكيل بمكيالين وما بقاش عندي مصداقيه. خلاص انا الدور زي اللي انا بعمله الدكتوره منال ده دور هايل جدا، بس هي كل شغلها في المستشفى، معظم لوكيشناتها في المستشفى او في النادي، او ما عندهاش شغل في البيت خالص. ما فيش حاجه. فسعيده جدا، المسلسل ما عمليش اي صعوبه يعني تمام. ايضا بتشتغلي اعلاميه وبتقدمي برامج هي دينيه. دي اللي انا متخصصه فيها، لان انا لسه لحد دلوقتي ما قررتش ان انا اغير البرامج الدينيه. ما قررتي؟ لا يعني انا برنامجي انا بدات فاستبقوا الخيرات 5 سنين. كان برنامج فقهي، توك شو ديني، فكان حلو جدا، وكانت فكره جديده ان انا اعمله انا وزميلي ايمن عزام اللي ببعت له التحيه من خلالكم. اتعلمت فيه يعني ايه اعلام، يعني بين الفن وبالاعلام الموضوع مختلف تمام. اتعلمت يعني ايه هوا، اتعلمت يعني ايه ليس كل ما يعرف يقال، اتعلمت ازاي انطق اللغه العربيه يعني لهجه صحيحه. انا ما كنتش بعرف خالص، ما بعرفش اتكلم عربي اصلا. يعني انا دراستي ايطالي وعايشه طول عمري بين مصر وبين بره، فكنت لهجتي ما كانتش حلوه يعني. فتعلمت اللغه العربيه وتعلمت جرأه الهوا، واضطريت ادرس بقى عشان ما تبقاش ميار الببلاوي الممثله اللي عامله افلام سينما ومسلسلات وتطلع بقى تقول قال الله وقال الرسول من غير خلفيه دينيه. فقدمت بقى في المعهد العالي للدراسات الاسلاميه، وخدت دبلومه المعهد العالي للدراسات الاسلاميه، وخدت ماجستير في الفقه المقارن، ودرست في معهد اعداد الدعاء، وخدت اجازه. عليكي. كل ده عملته في المفروض ياخد 4 سنين، يعني 4 سنين اخد ده معهد وسنتين ده معهد، وده كله خلصته في 4 سنين حتى بالماجستير. وبتشتغلي في نفس الوقت؟ وبشتغل بقى البرنامج، كنت بحس ان البرنامج بفرغ فيه طاقتي الدراسه، كنت بحس ان انا هو ده التطبيق العملي للدراسه بتاعتي الدينيه. هو انتوا كنتوا بتستضيفوا، هو طبيعه البرنامج ايه؟ بتستضيفوا ناس فقهاء في لا فاستبقوا الخيرات، لا فاستبقوا الخيرات كنت عباره عن انا وايمن بنختار موضوع معين وبنتكلم فيه احنا كاننا احنا الشيوخ او احنا علماء الدين ده من خلال تحضيرنا احنا. حتى كان اي حد يشوفني في الوسط الفني، كنت احضر مؤتمر او مهرجان او حفله، مش ممكن يا ميار انت اللي بتقولي الكلام ده، انت تعرفي مش مصدقين، تغيير شامل يعني 360 درجه. فكنا بنتكلم وبناخد تليفونات من الناس ونتناقش معاهم من خلال البرنامج. لكن بعد ما خلصت فاستبقوا الخيرات عملت بقى لوحدي المرأة في الإسلام، ده بقى كنت بستضيف فيه شيوخ وعلماء الدين، وكنت بقى بناطحهم الحجة، وكان حاجة كويسة جدا. هي طبعا حاجات كويسة طبعا جدا انك بتعرفي اكتر، بس هي المشكلة ان احنا فعلا بقينا نعاني دلوقتي من ناس كتير جدا طبعا لهم كل الاحترام، لكن في غير محلهم، يعني مش عايزه اقول الفتي بقى كتير، بس غير متخصصين 100%. تمام. فبيتكلموا في اشياء ممكن يضيعوا ناس وراهم. وايوه ويفتنوا الناس اصلا، ويعملوا فتنه ويعملوا بلبله في صحيح. في المسار الديني وفي المفاهيم الدينيه. انا بسمع فتاوى ما انزل الله بها من سلطان. يعني كنت عامله حلقه من يتعرض الى الفتوى، يعني من الذي يفتي. فما كنتش جايبه
ما كنتش جايبه الموضوع بقشور، كنت جايبه بالمدارس الفقهيه الصحيحه، واحنا لازم نمشي على انهي مدرسه فقهيه والشيوخ اللي بتقدموا دول شكلهم ايه. تمام. فده كان وجهه نظري يعني. طيب ايه رايك نطلع لفاصل دلوقتي ونسمع اغنيه الحياه حلوه؟ والله ونرجع نستكمل حلقتنا الجميله اتمنى دي. تبقى الحياه حلوه ان شاء الله. اتفضلوا. هنسمع مع بعض الحياه حلوه ونرجع نستكمل حديثنا مع الفنانه والاعلاميه ميار الببلاوي. الجمال يا لا ميار. لا لا جامد، لا ما شاء الله شفتي عليك. سيف الجميل
اسمه سيف. ما شاء الله. لا وبيغني صح. وشفتي بيغني يعني في الاوبرا هو دارس اصلا. لا هو في الاوبرا بيغني مع يعني مش عارفه بقى دارس ولا بس هو بيغني في الاوبرا اكيد، يمكن كونسرفاتوار ولا حاجه دارس. بس صوت رائع. بسم الله ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله. انا بحب والله العظيم بشوف كده ان احنا عندنا براعم جميله زيه كده. يعني انا كان نفسي يبقى صوته في القران يعني كان هو كويس. يعني هو بدل هو اختار الاتجاه ده، ولكن هو ان شاء الله يا رب يعني ربنا ينفع بيه. عاجبني جدا صوته جميل وحساس وهو متمكن وعنده ثقه بسم الله ما شاء الله في نفسه كمان. ده صحيح. بسم الله ما شاء ربنا الله. يحرسه الام يا رب ويوفقه يا رب. طيب المشوار قدامه طويل. بس اعتقد بسم الله ما شاء الله يعني موهبه بتبقى بتفرض نفسها. ده صحيح. ان شاء الله يعني اتنبأ له بمستقبل كويس يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نرجع للبرامج مره ثانيه. والبرامج الدينيه بيبقى لها طابع خاص جدا طبعا. لكن البرامج الاجتماعيه حاجه ثانيه. تمام. وبشوف اساسا الهوى انا بالنسبه لي مثلا مش عارفه بالنسبه لك، انا بالنسبه لي كمذيع انا بلاقي ان الهوى اسهل بكتير من التسجيل. لا طبعا انا بالنسبه لي الهوى اسهل بكتير، بس اشكال الهوى انه عامل زي المسرح. الغلطه فيه بجون. لا غير الغلطه بجون، ميعاد وانت مربوطه فانا بستعجب انت بقالك قعدتي سنين 9 سنين هوا كل يوم. لا فاستبق الخيرات هو اللي كان هوا. انما لما جيت عملت المره في اسلام 4 سنين بقى قلت اخد نفسي يعني. ايوه طبعا لان ده بيبقى زي بيبقى انا عايزه اقول لك ان انا في رمضان السنه دي حياتي كلها متوقفه. يعني انا من 3 ل 4 بطلع هوا، فلا قبل الهوا ولا بعد الهوا. خلاص. ويا دوبك بعد التراويح بنقعد نظبط الحلقه بتاعه تاني يوم والموضوع خلص. انام اصحى مفيش. فانا تقريبا رمضان السنه دي فلت مني كده يعني. يعني بمناسبه ان انا يعني بتكلم مع مذيعه طبعا، لانه في ناس بتفتكر انه حقيقه الامر انه المذيعه بتيجي بتقعد بتقعد تتكلم يا خبر وخلاص والليله بتخلص على كده. ما بيعرفوش برضو قد ايه الواحد بيبقى على اعصابه ولازم يدرس الضيف والموضوع تحضير. حضرتك اكيد يعني حضرتك يعني طبعا غنيه عن التعريف، وطبعا حضرتك عندك خبره في التقديم. بس انا عايزه اقول لك ان البرامج الدينيه كمان ليها طابع خاص طبعا. يعني انا عايزه اقول لك علشان عشان اقدر يعني احضر حلقه، انا معايا مثلا رئيس التحرير بتاعه البرنامج عندي، معايا كرو معدين جامد جدا، ومعايا ناس بصراحه في القناه اللي انا فيها دلوقتي يعني موفرين لي كل الامكانيات، عارفين انهم بيتعاملوا من خلال برنامج ميار الببلاوي، ما لهمش دعوه بقى القناه مين ولا البرنامج اسمه ايه. فالناس حتى ما بتقولش اسم البرنامج، بتقول لك البرنامج ميار. فانا حابه جدا ان لا في الاخر اي غلطه ترجع على ميار طبعا. اي تقصير بيرجع على ميار، اي ضيف ما بيكونش على المستوى المطلوب او بيطلع منه اي كلمه غير بقى اداره الحلقه. يعني انا التحضير اللي قبل الحلقه بياخد مني مجهود كتير جدا. مثلا علشان يجيبوا لي يقترحوا عليا اسم شيخ او يقترحوا عليا اسم دكتور، احيانا بيبقى في مواضيع اجتماعيه دينيه او نفسيه دينيه. يعني مثلا كنا بنناقش موضوع زي موضوع الايجابيه، فموضوع الايجابيه عايزه اخده انا بقى من منظور ديني. الوسطيه عايزه اخدها من منظور ديني. بنتكلم مثلا عن النكد عايزه اخده من منظور نفسي ديني. تمام. فكل الحاجات دي عشان تقدري تختاري الضيف اللي يوصل المعلومه صح وقصدك انت ايه وسطي ويبقى ما بيرميش على اي اتجاهات سياسيه ولا ليه مدارس فقهيه معينه. ده بياخد مني ان انا اقعد اتفرج على اليوتيوب، وده لا وده تقريبا والله لسه بيقولوا لي احنا مشفقنا عليكي. الحمد لله رمضان خلص، انت اكتر واحده تعبتي الشهر ده. طيب هنتكلم على النكد والايجابيه والحاجات دي بس والوسطيه والملوخيه زي ما انت عايزه والملوخيه والتقليه. بس عايزه اسال على انك هتعملي برنامج اجتماعي قصدك ايه باجتماعي؟ قصدي ان الدين للدين والدنيا، يعني برضو بيتخللها الدين. لا بصي انا مش هقدر، يعني مش عارفه هبقى كده بفرق كده، مش هقدر وانا قاعده قدام الضيف ويتكلم اجتماعيا من غير ما اقعد انا اعلق عليه، مثلا اعلق بايه، اعلق بحديث،
بموقف حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انا برنامجي مش هاخد السمت الديني خالص، هيبقى اجتماعي بحت، عايزه اناقش فيه ملف كامل للاسره. يمكن في حلقات طبعا هنستعين بالشرع، هنستعين بالشيوخ، ولكن انا عايزه افتح ملف الاسره من زاويه ثانيه خالص. يعني فكرته جديده، وهو ان هو برنامج يومي، هو البرنامج المين بتاع القناه، لانه من السبت للخميس، واسمه ساعه عصاري. فربنا يسهل كده، بس اخد اجازه وبعد رمضان يحلها ربنا ان شاء الله باذن شاء الله. الله. وبمناسبه بقى، بمناسبه النكد، بما انك عملتي حلقه عن النكد والوسطيه انت نكديه؟ ما انا هكلمك، لا هكلمك علينا كلنا، احنا دلوقتي على الستات يعني. النكد دلوقتي تروحي منه. انا كنت قريت بوست على الفيسبوك بيقول ايه النكد، قلت له انا مروح، قال لي انا جاي وراك وانا مكسح حاجه كده. انا كنت جاي لك يعني، جاي لك وانا مكسح. فضحكت جدا. لا هو احنا طبعا الستات لو ما كنتيش تبقي فوزيه النكديه تتعبي. نكديه ازاي يعني؟ ايه بقى؟ لا يعني انا مثلا، لا معلش بقى ناقشيني بقى، ما يعني حضرتك ما بتحبيش النكد. احنا اتنين مذيعين اهو. ستات بقى يعني اتنين مذيعين، احنا ستات. ليه بيقولوا نكديين؟ في ستات نكديه، لكن في ستات يمكن مش عشان نكدية. جمعتنا قريبه، عشان انت ما بتستحقي. لا هم قصدهم النكد انك جمعيتك قريبه، ولا بتنكدي على اللي قدامك؟ لا والله، انا لما كنت بناقش موضوع النكد كنت بناقش 3 انواع من النكد. انك انت تكوني شخصيه نكديه، يعني مؤثره بنكدك على الاخرين، يعني. وشخصيه مكتسبه للنكد، يعني ده اللي انا خدته من الحلقه. انك تكتسبي النكد، الناس تنكد عليكي، وانك تكوني شخصيه معتدله، لا حد بيأثر عليكي ولا انت بتأثري عليه، وبتتفرجي على النكد كانك بتتفرجي على لا ده شخصيه ما عندهاش دم بقى بصراحه. تنحى الشخصيه تنحى بقى خالص. دي اللي بتأثر ولا بتتأثر؟ ما انا بقول كده. انا لما اتفرجت على الحلقه قبل ما نطلع الهوا، فواحد من المصورين والله يعني بفتكره بكل خير بيقول لي مش كنتي قلتي يا حاجه ميار ان احنا عندنا بكره حلقه النكد؟ قلت له ليه؟ قال اقعد اقول بقى بكره النكد بكره ونهيص استنى بقى. قلت له لا ان شاء الله، بس عملناها. انا جبت فيها كمان دكتوره ملكه زرار، وهي شخصيه فكاهيه جدا، فعملنا دي بعيده كل البعد عن النكد خالص. عملت الحلقه نكد فن، نكد فرس ضحك، يعني كانت الحلقه حلوه قوي. وليه ليه بيخصصوا؟ طب ما ذكرتش مثلا، او في مواضيعك يعني، ليه بيخصصوا النكد بس للستات؟ يعني هو ما فيش رجاله نكديه؟ ده بالعكس، ده احنا كنا جوه البرنامج بنقول ان الست بتكتسب النكد من الراجل، يعني النكد المكتسب بيبقى الست طبيعي بتكتسبه من الراجل، فتقوم منكده عليه بقى وعلى عيلته وعلى العيشه كلها، مجرد ما هو يبتدي ينكد عليها. هو بصي، هو النكد عند الراجل بقى، انا عايزه اقول المادة طبيعي، النكد الراجل بصراحه بقى، ويلا بقى. ما هو دايما انا بقول ايه، النكد عند الراجل طبيعي، الست بتبقى متظبطه على نكد الراجل، يعني ايوه، ما انا قلت لحضرتك هي المخرج بيقول ايه، طب نقفل الحلقه ونروح بقى نكد بنكد. معلش والله، لا عزاء للرجال، يعني انا اهم حاجه انا عندي شخصيه مهمه قاعده، ممكن تزعل مني ان انا بقول الرجاله نكديين. لا مش كده، بس انا فعلا انا كشخصيه، لو انا مرتبطه بحد جدا وحسيت انه من الصبح كده قفلني اليوم او زعلني طول النهار، ابقى مكتئبه، او ممكن انكد عليه بقى واعيش حياتي طول النهار نكد، انكد على وابقى متنكده في شغلي. انا من الشخصيات الموديه جدا وبتاثر قوام جدا، واعتقد كل الستات، ولا لا؟ هو لا يعني، هو بصي هقول لك على حاجه، هو الفنان اكثر حساسيه من بقيه البشر يعني. بيبقى حساس شويه، بيتفاعل، وبعدين احاسيسه بتطلع وبتنزل نتيجه يعني عن شغله وطريقته وكده، فهو خرجيه بره الجدول. لا فما بالك بقى يعني الفنان بيبقى حساس، فما بالك بقى لما يكون الفنان الحساس ده ست كمان الست، فصباح النكد. هي بتبقى الست. بس عايزه اقول انه لا شك طبعا انه النكد دلوقتي بقى كتير من الظروف اللي احنا عايشينها. الحياه كلها ما بقتش لطيفه خالص. طبعا الحمد لله على كل شيء، اللهم لك. لكن هي الحياه إن خلقنا الإنسان في كبد. في كبد فعلا، يعني لما تتأملي شوية في الآية دي تعرفي إنه مسيرك هو الكبد، مش احنا دلوقتي لما بنشوف حد بيضحك والله بنستغرب، نبص عليه كده كأنه يا عيني كائن خرافي. انت بتضحك يا نهار ابيض. لا ولو لقينا حد بيضحك من قلبه، ايه ده بيضحك ومن قلبه، جاي من الفضاء. ده مش معانا، انت جاي مع مين يا بابا؟
بصي دايما اقول ومعرفش صلحي لي لو انا غلطانه، على حسب البلد اللي انت فيها. يعني في ناس بيجي لها نكد من السعاده او من الرخاء، زي سويسرا بيجي لهم اكتئاب وبينتحروا مثلا. خلاص احنا بقى النكد عندنا، بس قاعدين بقى ايه ايوه احنا مش مخلينه يقدر علينا. اقول لك فعلا انت حضرتك قلتي معلومه حلوه، تنحل خلاص بقينا نتنكد واحنا زي الفل. 7 سنين فول زي الفل كده. ده صحيح، ده صحيح. واعتقد انه ده هي مش كده، هي الشخصيه المصريه اكشلي هي بتبقى كده الى حد ما، بتتعود على الاشياء. احنا بنتعود، حتى يعني بنتعود على ده. احنا لو ضحكنا نقول اللهم اجعله خير، متوقعين ان هيجي بعد الفرحه حزن. فسبحان الله، يمكن ده بعيد جدا كل البعد عن تعاليم الاسلام. يعني دايما الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، والا بذكر الله تطمئن القلوب. عندنا ادوات ممكن نستعملها، بس هو فين بقى استعمالها؟ الناس بقى ماشيه مع الموجه بقى، وماشيين مع التاثيرات اللي بتحصل لهم. طب بما انك يعني وانا دايما ما بحبش اخد اراء دينيه واقعر المواضيع الدينيه، لان احنا مهما طلعنا ولا نزلنا او قرانا او تثقفنا، فاحنا بيبقى دايما علمنا ضئيل جدا واوتيتم من العلم الا قليلا. بالظبط كده. لكن لا شك ان لازم اتكلم، لانك انت بقالك سنين بتخوضي هذه التجربه، وهي الاراء الدينيه والفقه والاحاديث. والله خلاص ما اقدرش اعدي السنتين اللي عدوا فينا ولقينا اللي لقيناه فيه، والاراء الغريبه اللي دخلت علينا، والتيار الديني. انت كان رد فعلك ايه؟ انزعجتي لانك انت دارسه، فدي انا مش هقدر اتجاهلها. انت دارسه هذا، وكمان قعدتي مع ناس فقهاء وعارفه. انت كنت شايفه اللي بيحصل في السنتين دول، والاراء اللي كانت بتتقال في الميديا، وهم دول اللي بيتكلموا عن قال الله وقال الرسول وسنأتي بالخير الى مصر والاسلام هو الحل. انت شايفه ان هو ده كان الشكل؟ شوفي هقول لحضرتك حاجه، يمكن معلومه انا يعني ما بنكرهاش او ما بتعرش منها، ان انا من عائله اخوانيه. يعني خلاني ويعني خلاني وعيله والدتي كلهم. ليه يعني يا ميار كده؟ عيله اخوانيه بحته. يعني عايزه اقول لك ان ما فيش وانا كنت متشبعه بفكر الاخواني جدا، بس مش السياسي. يعني انا حابه فكره الجماعه، ان احنا كلنا نبقى سبورت لبعض، كلنا اخوه في الله، نقف جنب بعض. وتفائلت جدا لما بقى ابتدى بقى التيار الاسلامي جاي، يا سلام اخيرا هنلاقي نفسنا موقع على الخريطه والدنيا، وابتديت اتفائل جدا بالموضوع. هو انت هتاكدي موقع على الخريطه بالتيار الاسلامي؟ ما هو انا في الفتره اللي قبل الثوره، احنا كنا ممنوعين المذيعات المحجبات يظهروا على التلفزيون، ممنوعين ان احنا نطلع في انتاج الدراما. عشان كده يعني كنت بقول يعني من المنطلق دوت انه هيبقى في حريه اكتر للحجاب وتحميس للدين اكتر. وكنت متفائله جدا. حلو. فلدرجه ان انا هقول لك موقف حصل في مسلسل بنات شقيه، كانت ميسره ورحاب الجمل قاعدين، فقالوا لي البت انت احنا هنرحل من البلد دي وهنسيبها لكم. قالت لي طبعا انت خلاص كده انتوا جيتوا، انما احنا بقى مالناش عيش في البلد دي، احنا هناخد يلا نروح بيروت يا ميسره. وقعدوا يهزروا ويتريقوا عليا. انا كنت عندي امل ان فعلا الموضوع هيختلف. عايزه اقول لك ان انا في عصر الاخوان كنت تقريبا متقلصه في بيتي، ما خرجتش من بيتي، ما كنتش بشتغل، ما كنتش في قناه بتعامل معاها، ما عملتش اي حاجه في السنتين دولت تحسب لي، او ان انا تحسب على التيار الاسلامي انه فاد ممثله محجبه، او فادني على المستوى الشخصي او المستوى العملي. يعني مش عايزه اقول ان هم كانوا سيئين، ولكن فعلا انا بقولها انه كانوا سيئين. انا ست من التيار الاسلامي ومن زي ما بقول عائله اخوانيه. انا اتصدمت فيهم، هم دمروا المشروع الاسلامي بوجودهم، فعلا دمروا المشروع الاسلامي. هو ده كان المشروع الاسلامي؟ انا كنت متخيله كده، وناس كتير قوي اللي رشحوا يعني رئيس الحمد لله. ويعني حد بيقول من شهدوا من اهليه. انا ما بتكلم يعني وانت بتتكلمي بما يرضي الله، ربنا يعلم والله بحياديه بحته بصدقك حساه. خلي بالك عشان انا ما بصدقش اخواني. خلاص لا خلاص.
هقول لك حاجه، لكل قاعده شواذ والله. ما انا فاهمه، وعشان كده انا بقول لك، عشان أيوة. كده بقول لك انا نعم. حاسه بصدقك. نعم. لاني انا ما شفتش غير انه كان بيتقال كل حاجه وكان كذب. كل اللي حصل ما فرقش معايا، وكل ما يعملوا حاجه اقول معلش نديهم فرصه، وما لسه ما يعرفوش، ما حدش اول ما بيتحط صدقيني على حتى مقوى اللي مش الاخوان كانوا بيقولوا كده. ايوه، مش حدش اول ما يتحط على الدركسيون بيسوق واحد. تمام. وكان ده عندنا، كنت بقول كده وانس ان حصل موضوع الضباط اللي اتقتلوا في سينا، انا ما اعرفش سبحانك يا ربي تحولت 360 درجه. ما بقتش عارفه، لان انا ابويا ضابط في الجيش، فما كنتش قادره انا اتعلمت يعني ايه جيش، يعني ايه عسكري، يعني ايه حب للوطنيه. الجيش ده حياه بالنسبه لي. انا اتعلمت التعليم الميري والبياده دي، انا البياده دي اول حاجه عرفتها في اللبس يعني. فانه انا كنت غطوطه كده، وكنت اجيب البابا البياده عشان يلبسها، فعارفه ان يعني ايه الميري، قيمه وعارفه يعني ايه الكلمه. ولحد دلوقتي بابا احنا بنات بيتعامل معانا على اننا عساكر، ولحد دلوقتي هو خرج معاش ربنا يديله الصحه، بس ما عندوش استعداد ان كلمه تتكسر، المقاومه الميري شغاله. فانا لا، انا مع الجيش. اول ما لقيت ولادنا بيتقتلوا، لا انتوا ولا المشروع، فين المشروع الاسلامي؟ ما يجوش ناحيه ولادنا ولا ولادنا يتقتلوا. ابتدت بقى ايه الاخفاقات ورا بعضها، لحد ما كونت فكرتي ان انا لا، انا ماليش دعوه بيه. برافو عليكي. اسفه جدا ان انا في يوم من الايام وقفت جنبكم. قلبي معاكم كاخوه في الله، بس ماليش دعوه بالسياسه. هما مهما كان اخواتنا كلنا طبعا وهو الى اخره، ده شيء، ولكن في العيله الواحده بتاعهم بتلاقي الدنيا ولعت حريقه. اول يوم رمضان صحيح. معزومين عند خالي وكده، وابن خالي كان عامل عمليه، عايز اقول لك كانت حريقه. قلت لهم انا اسفه انا عايزه امشي، قالوا لا انت مش ماشيه، انت مطروده. كمان انت مش ماشيه، انت بره، انت مطروده. شفتي؟ قلت لهم طب شكرا سلام عليكم. انا مش بحبش حد يحجر على رايي، خدت بعضي ومشيت. بحترم رايك جدا يا ميار، مش عشان جايه على هوايه، لا انا اسفه. حيادي بقى. انا بحترم رايك لان انت بتقوليه من قلبك وعن اقتناع وعن فهم، ودي اهم حاجه، وهو ده اللي احنا بنفتقده كتير. يعني كل واحد بيستعمل عواطفه، لكن لما يكون عندي اسانيد زي ما بيقولوا، أيوة بتكلم صح فبقنع اللي قدامي، يقنن افكاره على بالظبط. احنا هننتقل لفاصل ونسمع اغنيه وحشتني. الاغنيه دي جميله جدا، وبحس دايما دلوقتي كل اغنيه بسمعها بحس ان هي لبلدي، لوطني فعلا. الواحد وحش وطنه. حتى الحياه حلوه، حتى الحياه حلوه كمان. بتقول للناس يعني خلي عندكم نظره تفاؤل. صحيح. نسمع مع بعض ونرجع نستكمل الكلام.
ونرجع تاني نستكمل حديثنا الجميل معاكي. مش عارفه ليه انا اول مره اقابلك، صح؟ انا عمري ما شفتك قبل كده حقيقي يا ميار، بس حقيقي حبيتك، بتكلم بجد. خلي بالك انا ضيوفي ما كنتش احبهم بيبان عليا والله. لا انا، ما هو دي بقى اللي هي اللي مش حلوه بقى عسل اصلا يا الله العظيم باين على يعني المهم المذيعه البروفيشنال المفروض ان بتبقى محايده، ما فيش بيبان على عينيا يا الله بقى يبان. هقول لك حاجه، الارواح جنود مجنده، ما تالف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ده طبيعي يعني، ده ممكن يحصل، بس سبحان الله هو فعلا في ناس سبحان الله تقعدي قدامها كده فيحصل بينك وبينهم ألفة. يعني ربنا يجمعنا ان شاء الله كده في الجنه مع بعض يا رب ان شاء الله باذن الله. عايزه اعرف بقى ايه اللي عارفه انك هتعملي البرنامج الاجتماعي بتاعك ان شاء الله، لكن في اعمال فنيه بقى هتعمليها معروضه عليكي بتفكري؟ ما هو احنا فعلا بعد رمضان، بصي انا مستغربه قوي، يا نفسي والله اوجه رساله لكل القائمين على الدراما يا ريت في مصر. يا جماعه مين قال لكم ان رمضان هو سوق الدراما؟ يعني احنا طول السنه احنا السنه يا ميار، بس مش عارفه ليه بيعملوا كده، يقول لك عشان المعلنين وعشان الاعلانات. اعلانات ايه؟ انا تهيألي المعلن اللي بيعلن عن حاجه في رمضان والله خسران. الناس نصها يعني، ما نقولش بقى الناس ما تروحش التراويح، لا، في مجموعه كبيره لا يستهان بيها بتحضر التراويح طبعا. فانت دلوقتي بتخسر مجموعه جامده جدا، بدليل ان مثلا برنامج زي بتاع رامز كده كان بيجي في نفس وقت صلاه التراويح. السنه دي ابقى قدموه عن صلاه التراويح، فمعنى كده ان في مجموعه من الناس اللي بتتفرج، فانت بتفقد مجموعه من جمهورك يعني. وفي ناس ما بتحبش تتفرج على حاجات الصبح وهي صايمه. لا وبعدين عايزه اسالك سؤال. اسالك سؤال. اتفضلي. هل انت كجمهور لو الفنان الكبير عادل امام قال انا هعمل المسلسل بتاعي وهعرضه في شهر 12 في اكتوبر مش هنقعد في نتفرج؟ عيد شم النسيم. لا من غير اعياد، هاخد من 1 اكتوبر ل 30 اكتوبر المسلسل، عرض مسلسل الفنان الكبير مثلا عادل امام. عايز تفهميني ان مصر كلها مش هتتفرج عليه؟ ده هيبقى وقت احسن، لان وقت الناس ما بتخرجش عشان المدارس، ما فيش صراع بين المسلسلات. انا بحس انا والله داعيه على جبل عرفات، قلت يا رب لا تجعلني فتنه الذين امنوا، يا رب ابدا. مش عارفه ليه كل مره مسلسلي حتى لو نزل في رمضان ما بيبقاش متشاف للدرجه. الفنانه يسرا بعد لو مثلا الفنان عادل امام في اكتوبر، هي نوفمبر. فنانه ليلى علوي، الفنانه افلاس درامي طول السنه يا جماعه، في افلاس ومشغلين لنا المسلسلات التركي والقديمه اللي احنا في رمضان يفضلوا بقى طول السنه زي اللي كل حاجه وبيكترها، عارفه؟ اتمنى ان القائمين على العمل بلاش عند اسمعوا كلام الجمهور. احنا جمهور نحن الجمهور. احنا ما بنتفرجش على المسلسلات في رمضان. انا مش فاهمه انتوا بتجيبوا مسلسلات لمين؟ للناس اللي انتوا عايزين تلهوهم عن طاعه ربنا؟ سيبك. كان من كام يوم كده اصدروا قرار ان القنوات ساعه الفريق السيسي لما قال انه انزلوا كده، والقنوات كلها وقفت المسلسلات من الساعه كذا للساعه كذا عشان الناس تركز في المظاهرات. انا عمري ما شفت المسجد مليان كده. انا فعلا في صلاه التراويح المسجد ما كانش فيه موضع قدم عشان المسلسلات وقفت. يا نهار اسود، عارفه بياخدوا وزر الناس قد ايه ان هم بينزلوا لهم مسلسلات في وقت الصلاه؟ انا الموضوع دوت والله. بصي انا هقول لك، انا مش عارفه، انا مش مع قوي حكايه الوزر. ليه؟ انا ملياش عقل، عايزه اتفرج مش عايزه اتفرج هنزل. في ناس برضه ايمانها ضعيفه وعندها فتنه، والله في ناس تقول لك ايه، طب اتفرج على المسلسل ده واقوم اصلي. رجلك طبعا بتاخدك طبعا. وتبصي تلاقي ورا بعض والولاد. حتى ابني اليوم اللي وقفوا فيه المسلسلات قرا لي 3 4 اجزاء في القران، قلت له يا جزمه يعني هو ده انا هموتك والله العظيم اتضايقت جدا. قلت له يا نهار ابيض، انت ما فيش تلفزيون لحد اخر رمضان. انت عندك اولاد يا ماما؟ عندي محمد حبيبتي ربنا يخليك. عنده كام سنه؟ 14 سنه. 14. عندنا اعداديه السنه الجايه بقى. برافو. ولد واحد بس يعني قدك في السن تقريبا. لا والله مش باين عليكي. هو اللي مربيني دلوقتي. بس برافو عليكي انك انت جايبه ولد واحد. والله انا كده. انت جايبه برضه ولد واحد طبعا. احنا هي دي كفايه الطلعه دي ما بنعرف. لا اصله احنا في بلد 90 مليون حضراتكم، فاحنا يعني هي اصلها امكانيات. انا بشوف والله، انا عندي واحده صاحبتي اسمها رباب بتقولي انا عايزه اجيب 8 اولاد. قلت لها ليه يا ماما؟ قالت لي هم دول هيدخلوني الجنه. قلت لها ايوه 8 اولاد، ده انت هتروحي بيهم دول هم دول اللي هيدخلوكي النار عشان تبقي عارفه. هيخلوكي تطلعي من الدين من والله. هيوصلوكي للكفر. اصل الاولاد دلوقتي تربيتهم صعبه جدا. طبعا. ده انا يعني عايزه قوات كوماندوز عشان تكمل معايا تربيه محمد. شوفي انا بشوف ان طبعا ده رايي
معرفش، ده رايي مش راي حد تاني، مش حكر يعني. طبعا. لكن دايما بقول انه الام اللي عندها اولاد كتير قوي ما بتقدرش تربيهم كويس قوي. لازم يفلت واحد في النص. لازم يفلت واحد واثنين وثلاثه. لما بتركزي مع واحد او اتنين بتربيهم صح، بتربيهم حلو، يبقى عندك المجهود اللي تراعيهم بيه. ايوه. هتجيبي منين مجهود؟ هو المجهود مش البدني، حتى الذهني. يعني احنا بنشتغل وبتبقي مسؤوله انك انت لازم تودي نادي وتودي وتقدري ما دروس. تشتغليش، ما لازم ينفعش. تشتغلي، لانه مش عشان نحن السيدات ونحن نثبت لا 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 نفسنا لا. في نفسنا في لا لا لا، احنا لو علينا نروح نريح والله. احنا بس الواحد احنا نفسنا بس الواحد بيشتغل الظروف لانه الاقتصاديه دلوقتي بالظبط ما كده. تحتاج الست لازم الست مع الراجل. بالظبط. يعني الظروف الاقتصاديه اختلفت، فازاي تخلفي وطرناطه عيال حلوه طرناطه دي. انت عسل. بس برافو عليك يا ميار. وهو بقى طالع عامل ازاي؟ اوعى يكون اخوانجي. لا خالص، ده منيل، ده مدوخني والله. بس لا بصي، هو يعني نحسبه على خير ان هو انا من الاول خالص زرعت فيه بذره الدين على قد ما اقدر. ما شاء الله. وان هو يعني كشخصيه ما اخدش من حد غير مني. يعني استقى كل، يعني تحس ان هو ميار ماشي على، يعني صحابي بيقولوا ربنا لي يخليه لو شفنا لك. الله ربنا يخليك يا رب، لو يقولوا لي شفنا محمد ماشي لوحده وانا اعرف انه ده ابن ميار، شبه غير طبيعي. يعني انا على راجل بس. فربنا يخليه ويحميه. بس هو طبعا هو متعب جدا. ابتدى دلوقتي عايز يفرض رايه، عايز ان يعني اصعب حاجه ان مامي تختار لي لبس. يا بابا ما انا طول عمري لا لو من كام يوم كنا رايحين بقى نجيب عشان لبس العيد وكده، فدخلنا المحل فانا اخترت تيشرت، فبقول له يا محمد، قال لي، فقام قال لي لا 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 ده وحش جدا. فانا التيشيرت حلو جدا. فقلت قمت مكلمه الراجل بقى، فكلمت الولد اللي بيبيع شاب كده، فقلت له بص انت اقنعه بقى. قال لي خلاص سيبي لي الموضوع. جاب له نفس التيشيرت بس لون تاني اوحش واقنعه بيه. بس يعني قال لي يعني رجاله مع بعض، فقالوا انا كنت من الاول عاجبني ده. عاجبك ايه؟ ما انت قلت ما هم لا جيل طبعا. لمجرد ان مامي ما تبقاش انا بقى مامي هي اللي ملبسه. صعبان عليا قوي الموضوع ده. معلش، لا هم الولاد كده عشان بيبقوا عايزين يبقوا رجاله. يلا انا عايزه ادعم شخصيته، يعني نفسي يبقى ان شاء الله كده شخصيه ناجحه. ربنا يخليهولك ويسعدك بيه وتفرحي بيه. وكويس ان انت مربياه على الدين عشان يطلع ولد صالح. بس برضه هو مش يعني مش متدين كويس قوي، بس بيحب يتفرج على المسلسلات. طب ما طبعا هو مال الدين بكده، يلعب ويهزر ويحب المصارعه. فانه انا مش معلماه انك انت لا. عنده صاحبه مسيحي بيحبه جدا طبعا، كارلوس كارلو حبيبنا يعني، وبيروح مع النادي. فانا معوداه ان الدنيا كلها بيس، وانت ما فيش اي حدود بيننا وبين حد، والمسيحيين دول اخواتنا في الله واحنا كويسين معاهم. وبالعكس هو بحبه جدا، يمكن بحبه اكتر من اصحابه المسلمين. ربنا يخليه لك يا ميار. ربنا يوفقك ان شاء الله في برنامجك الجديد يا رب، وفي اعمالك الفنيه يا رب. واستضيفك تاني ان شاء الله بعمل جديد ان شاء الله نتكلم عنه يا رب، وتكون البلد بقت احسن شويه. اللهم امين. بدون صوتي لصوتك يا رب. وعيد سعيد علينا يا رب، وعيد فرج كده، وعيد تفريج للكروب كلها يا رب، وعيد تآلف يا رب، وكل فصيل يعرف ان هو اخو التاني او ابن خالته او ابن عمته. احنا كلنا يا جماعه في مركب واحد، اذا غرقت كلنا هنغرق. فما فيش حد هيقدف بايد واحده ولا مقداف مكسور. المقدافين هم اللي هيقدفوا عشان نوصل لبر الامان، بالدين، بالسياسه، بالثقافه، بالسياحه، بالبورصه. كل دوت هيوصلنا. اي مجداف من دول هتكسر المركب هتغرق، وهتغرق بالكل. نشكرك يا ميار، وكل سنه وانت طيبه ودايما بخير، وكل سنه ومحمد طيب وعيلتك كلها بخير ان شاء الله باذن الله. بس انا عايزه قبل ما نقفل، في شخص كده عزيز عليا جدا عايزه اقول له كل سنه وانت طيب. وانا مبسوطه جدا انك كنت معايا، كمان هو جايبني معايا النهارده. عايزه اقول له ميرسي جدا، كل سنه وانت طيب. وبالمناسبه هو حد من الجيش، فالجيش ليه كل الاحترام والتقدير. بحب اقول له كل سنه وانت طيب. وهو لما يرجع الجيش هيفرق معايا جدا ان هو رايح من بكره، يعني هروح الجيش، فهيعيد في الجيش. مين بقى؟ حد غالي على جدا، يعني صديق عزيز عليا جدا. ما دام دخل الجيش يبقى غالي علينا كلنا من الاخر كده يعني. طبعا. فيعني ربنا يرجعه بالسلامه ويحميه ويحمي كل شبابنا ان شاء الله يا رب، اللهم امين. وبنقول لكل جيشنا المصري كل عام وانتم بخير، ودايما يا رب في ظهرنا كده، وانتم رجالتنا اللي حامينا في
في ظهرنا وحامين بلدكم دي كلها. ربنا يخليكم لينا يا كل رب سنة وهم ويحفظكم طيبين. يا رب. أيوة. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والفرقه طيبه. أيوة. واماني طيبه، والدكتور محمد عبد الستار وفرقته الجميله دي طيبه. ويا رب عيد سعيد عليكم كلكم. بشكرك يا ميار. وهختم البرنامج، لكن هنسمع قبل بعد ما اختم البرنامج اغنيه على عش الحب للفنانه الكبيره شاديه، اللي بنقول لها من خلال برنامجنا يا رب تكون بتتفرج علينا. كل سنه وحضرتك طيبه، وربنا يخليكي لينا، وعيد سعيد عليكي باذن الله. بشكركم والى اللقاء. على عش الحب وطير يا حمام، على عش الحب قول للأحلام أنا جاية أوام. على عش الحب وخطيبي حبيبي معاي بشويش بيقولوا ياي، وخطيبي حبيبي معاي بشويش بيقولوا ياي. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا. وننام ونقوم ونقوم وننام على حبك. يا حمام يا بجناح وردي على عش الحب وهدي، يا حمام يا بجناح وردي على عش الحب وهدي. وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وهدي، والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا نسمع ضحكتنا سوا ونشوف حلاوتنا سوا، نسمع ضحكتنا سوا ونشوف حلاوتنا سوا. وننام